حلوين، عاملين ايه؟ معاكم ميسوم من قناة سموز لوك. النهاردة هنتكلم عن ازاي نقدر نرطب جسمنا، وليه مهم الموضوع ده، ازاي وليه احنا لازم نهتم بترطيب الجسم والايد، وخصوصا في فصل الشتاء وكمان في فصل الصيف برضو ما نهملش الموضوع ده. مش هطول عليكم في بداية الحلقة. تابعوا معايا الفيديو للاخر، بس الاول ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس. فعلوا الجرس، دوسوا علامة الجرس يا بنات، لان ده مهم جدا عشان توصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله، وان شاء الله فيديوهاتي كلها تعجبكم. ولو ليكم اي تعليق او اي حاجة ممكن تكتبوا لي تحت في الكومنتات، او ليكم اي مقترحات برضو ممكن تكتبوها لي تحت في الكومنتات. ومش عايز اطول عليكم، ويلا بينا نبدأ. النهارده هتكلم معاكم عن منتج كده اسمه ايفون كير. هو مش مشهور بصراحة قوي، هو انا كده جبته بالصدفة يعني. يعني انا بصوا، انا لما بجرب اي منتج من اي شركة ايا كانت، يعني حتى لو حاجة مش معروفة قوي، بحب ان انا اتكلم فيها، لان ممكن يكون البديل بتاعه يعني اغلى بكتير جدا جدا، وما بيديش نفس الافكت كمان، وبيقعد معايا فترة قليلة. فبصراحة انا لما بنبهر بحاجة او بتعجبني حاجة كمان بالشكل ده، بحب اطلع افيدكم بيها، علشان محدش يدفع فلوس على الفاضي في حاجات واخدة شهرة وصيت على الفاضي، وفي نفس الوقت ما بتديش نفس افكت في منتجات كتيرة جدا، مش يعني ما حد مش واخدة حقها زي منتجات مشهورة كتير قوي. المنتج اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اللي هو ايفون كير. خلاص اهو، زي ما انتوا شايفين كده العبوة كبيرة جدا، 750 مللي، شايفين اهي 750 مللي، كبيرة جدا جدا جدا. ده عبارة عن لوشن. اللوشن ده انا عارفه ان دي حاجه، يعني انا واحده من الناس ما كنتش بهتم بيها اوقات كتير جدا، يعني ما كنتش بهتم ان انا ارطب. هو انا ليه بهتم ان انا ارطب جسمي دلوقتي؟ ان انا ليه مع كل ما الواحد بيكبر في السن وكده لازم يكون مهتم بموضوع الترطيب. دي من الحاجات اللي احنا بنهملها جدا جدا في بدايه حياتنا يعني. عمري ما افكر كنت مثلا وانا عندي 20 سنه ولا حاجه ان انا اجيب مرطب لبشرتي او لجسمي او لايديا وارطب الجلد. الموضوع ده يا جماعه بيفرق جدا مع كمان تقدم السن، لان كل ما بنكبر كل ما الجلد عندنا بيفقد المرطبات، والحاجات دي كلها بتساعد على ان الجلد دايما يبقى شكله حلو، يبقى شكله صحي وما يعجزش بسرعه. فمع الوقت انا اصلا من ذوات البشره الجافه، ودي حاجه طبعا انا بقولها كتير في فيديوهاتي. الموضوع ده ابتدى يأزمني، يعني حتى بيخلي انا دايما حتى في الشتاء من كتر ما بشرتي بتبقى جافه دايما بتبقى وجعاني، وبتحسسني انا محتاجه على طول، يعني محتاجه ان انا ارطبها، محتاجه ان انا اهرش فيها جامد، فده بسبب الجفاف الشديد بتاع الجلد. بالاضافه طبعا ان احنا ما بنهتمش بموضوع ان احنا بنشرب ميه كتير وما بنشربش سوائل كتير. كل ده بيبقى حاجه مش هيلسي خالص على جلدنا. فجيت من فترة قررت بصراحة ان انا لازم اهتم ان انا ارطب الجلد واهتم بيه جدا. كنت بجيب حاجات مشهورة قوي 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 من يعني زي مثلا باس اند بادي وركس، دي من الحاجات برضو اللي كنت بجيبها، وما كنتش بلاقي الافكت بتاعها الفظيع، اللوشنات اللي بتنزل. وفي برضو منتجات تانية كتيرة جدا برضو كنت بجيبها واخده شهرة كبيرة وغالية جدا على الفاضي، وما بتخلص بسرعة، وما كانش بتديني تأثير انا بيعجبني، ما كنتش بحب اكررها تاني. لغاية ما سمعت بالصدفة عن ايفون كير، اللي هو اللوشن اللي قدامكم اللي انتوا شايفينه ده، زي ما شايفين كده برضو العبوة كبيرة زي ما وريتها لكم 750 مللي. فبصراحة قلت اجربه. خلاص، وكان المنتج ده هو اللي متوفر في الشركة، اللي هو بالتي تري، اللي هو بشجر الشاي. هو عامة مكتوب عليه all skin types، وانا زي ما قلت لكم بشرتي جافه جدا، ويعني مكتوب عليه ان هو بيرطب جامد، فقلت اجربه. بصراحه يعني بعد اسبوع بالظبط، مش عايزه اقول لكم ممكن اقل كمان، لقيت ان الموضوع فرق معايا. طبعا احنا دلوقتي في فصل الشتاء، فطبيعي لازم ان بعد كل شاور مع استخدامنا للشاور والليفه والحاجات دي طبعا الجلد بينشف اكتر مع الميه والكلور والكلام ده، فالجلد بينشف اكتر. فاحنا لو ما رطبناهوش مع شربنا للميه مع السوائل مع الكلام ده، هتلاقي جلدك وجعك اصلا، محتاجه على طول ترطبيه، لازم محتاجه انك انت دايما تحطي له مرطبات وتشربي ميه كتير وسوائل، علشان تقدري تعوضي كل الفقد اللي بيحصل، وخصوصا في فصل الشتاء. المهم انا جبت اللوشن ده. لا بصراحه يعني انا من الحاجات اللي انا ندمت ان انا ما استخدمتهاش من زمان. والله يا بنات فعلا اللوشن ده فعلا رائع رائع رائع. هو بصوا ريحته، هو بالتي تري، هو ريحته عامله زي ما يكون ورق شجر بالظبط، كانك بتشمي ريحه ورقه شجر. ريحته مش واو، مش فظيعه، ريحته ما بتثبتش خالص، هي ريحته مش عجباني قوي بصراحه، هي ما بتثبتش. بس انا بتكلم على الافكت بتاع اللوشن نفسه.
انا علشان كنت بعاني دايما من الجلد الناشف والجلد اللي مش مترطب، ودايما بشرتي جافه، وبرده جسمي، وخصوصا بقى في فصل الشتاء انا كنت ببقى تعبانه جدا، وخصوصا بقى بالليل بحس بالموضوع ده جامد جدا، وبعد الشاور الدافي كمان بحس ان الجفاف زاد اكتر، وما بقدرش اخد غير شاور دافي في الشتاء. انا عارفه ان هو مش صح قوي، بس انا ما بقدرش اعمل غير كده. ولكن لما استخدمت اللوشن ده لقيت الموضوع لا، فرق معايا جدا جدا جدا. بعد ازاله بعد ازاله كمان بعد الشيفنج او ازاله الشعر او كده، برضو كانت بتظهر يعني جفاف الجلد كان بيظهر عليا اكتر. لقيت بقى بعد استخدامي للوشن ده، لقيت الموضوع ده ما بقيتش احس بجفاف جلدي، ولا بقيت انا لدرجه ان انا جسمي او جلدي كان بيظهر فيه عليه قشور. بعد استخدامي للوشن ده لقيت الموضوع ده اختفى تماما. يعني فعلا اللوشن ده مرطب هايل، بيخلي الجلد ناعم خالص، وبيخليه لامع، وبيخليه مشدود، وطري جدا جدا. انتي نفسك بتحبي نفسك وانتي مترطبة. مش شايفة فيه اي عيوب خالص، غير ان هو بيمتص كل حاجة، لكن انا مش شايفاه بيمتص بنسبة 100%. يعني ممكن اديله نسبة 90% امتصاص، وبتفضل حاجة بسيطة جدا في الجسم، هي اللي ممكن تكون لسه يعني محتاجة شوية وقت عشان تمتص. هو لوشن، هو خفيف جدا، ولكن درجة امتصاصه مش بنسبة 100%. دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تكون مش عجباني في اللوشن. ولكن هو كترطيب، يعني الافكت بتاعه، ريحته مش يعني مش بتأذيني قوي. حجمه حلو جدا. سعره انا كنت جايباه ب 80 جنيه، برضو على الحجم ده برضو حاجة هايلة. احنا لو رحنا جبنا اي لوشن دلوقتي هيبقى معدي ال 200 جنيه. فكل حاجة فيه بصراحة كانت مناسبة بالنسبة لي قوي. انا حابة ان انا انصحكم بيه. اي حد بيعاني من جلد الجاف، او حتى لو جلدك يعني مش جاف، بشرتك حتى مش جافة، لازم مهم ان احنا نستخدم المرطبات على طول، حتى في فصل الصيف. ما تهملوش الموضوع ده، بيفرق جدا. ومع زي ما قلت لكم، مع تقدم السن وكده، الموضوع ده بيفرق جدا لما نهتم بيه في وقت بدري شوية من عمرنا. اللوشن ده جميل وحلو وخفيف جدا. هو اوتومايزر كده، فيه بامب كده من فوق، شايفين؟ هي فيها بامب كده. وهو اللوشن اصلا خفيف، يعني بصوا، خفيف جدا، عامل زي المية بالظبط. وزي ما قلت لكم، هو ريحته مش وحشة. ريحته عامل زي زي الشجر كده، زي ريحة ورق الشجر. مش مؤذية قوي، بس تأثيره عجبني بصراحة. طبعا هو في من الايفون كير منزلين لاين كامل، في منه بالورد، وفي منه بالافوكادو، وفي منه بحاجات كتير. ان شاء الله انا ناوية من كتر ما اللوشن ده عجبني، انا ناوية اجيب اكتر من نوع، وهنزل لكم بحلقة مجمعة ان شاء الله عن الترطيبات، عن كل واحد بيعمل ايه، او ريحته عاملة ازاي، واكتر حاجة عجبتني فيهم. بس انا ده بصراحة يعني لغاية دلوقتي عاجبني بطريقة فظيعة، يعني بصراحة. يعني لو ما لقيتش كمان انواع تانية بعد كده، ممكن اكرر ده تاني. بس هو عامة بيقعد فترة طويلة قوي، يعني انا بنستخدمه احنا كلنا في البيت. الحاجة التانية اللي جبتها برضو بالنسبة للترطيب، اللي هو برضو من ايفون كير بتاع الايد. خلاص. اللي هو الايفن تون. تمام. ده برضو من سلسلة ايفون كير. ده بالفيتامين سي. ده هاند كريم. ده فيتامين سي. المفروض ان هو تفتيح مع ترطيب. برضو احنا من كتر المواعين، ومن كتر المية، ومن كتر الكلور، ومن كتر ما احنا بنشربش مية كتير، برضو نفس الكلام، هنلاقي جلد ايدينا دايما ناشف، وبرضو ما مهتمش بالموضوع ده قوي. ولكن الكريم ده من الحاجات اللي ممكن خفيفة ولايت كده، ممكن تحطيها معاكي في شنطتك. حطيها حتى في وانتي ماشية في البيت كده، طول ما انتي ماشية فاضية كده، حطيها في جيب البيجامة او في جيب الربع عندك. هتلاقي نفسك كل شوية تفتكري وبتحطيها في ايديكي. ريحته تحفة، ريحته حلوة جدا، وريحته ثابتة جدا جدا جدا. يعني لما بتحطيه في ايديكي، وممكن مع الاستمرار انك بتستخدميه، وبتيجي تغسلي ايدك اكتر من مرة، او بتتوضي او كده، مع الوقت بقى من كتر استخدامك بتلاقي ريحته في ايديكي على طول، يعني بس خفيفة قوي بقى، حتى لما بتغسلي ايدك. بس هو ريحته فظيعة تحفة. وبرده من الحاجات اللي بتتشرب بسرعة، يعني مش ملمسه مش فازلين مثلا، او ملمسه تقيل، يعني من الحاجات الحلوة. يعني بصوا، بصوا عامل ازاي. برضو
كريمي خالص، مش حاجة كده تقيل او صعب الامتصاص. برضو حلو يعني، من الحاجات اللي هو امتصاصه على الجلد حلوة، وريحته حلوة جدا جدا، وبيثبت جدا، والإفكت بتاعه حلو. وعلى فكرة هو في التفتيح ممتاز يعني، حلو جدا برضو للناس اللي عندهم مشاكل غمقان في الصوابع، لان انا كنت بعاني من الموضوع ده. في الصوابع بتبقى عندهم شويه غمقان وحاجات كده، بتبقى ناقص فيتامينز معينه في الجسم. برضو مع الوقت ده بيفرق قوي. حلو للضوافر، حلو جدا للضوافر، لما تيجي تدهني تحطيه في ضوافرك ممتاز بجد، حلو قوي. وسعره برضو كان حاجه و50 او حاجه و40، انا مش فاكره بالظبط. بس برضو في لاين كامل من ايفون كير للهاند كريم، برضو هجربه لان هو عجبني، ريحته فظيعه، ريحته تحفه. فعجبني برضو، ان شاء الله هجيب منه كل ال الانواع اللي جايه، هجرب يعني كل مره هجرب حاجه. بس برضو من الحاجات اللي هي اللي تستاهل ان احنا نجيبها، وسعرها مش غالي قوي، واحسن من منتجات كتيره جدا غاليه في السوق. وبيقعد معانا فتره. حجم العبوه 75 ملي، يعني شايفين 75 ملي. زي ما قلت لكم بتقعد معانا فتره، ممكن نحطها في الشنطه معانا، خفيفة، مش بتاخد مكان، ريحتها حلوة قوي، سعرها مناسب جدا. نهتم ان احنا دايما نرطب شتاء وصيف، يعني صيف شتاء، ما نقولش الشتاء بس. دايما نهتم ان احنا نرطب في كل الاوقات. الترطيب ده من الحاجات اللي احنا بنهملها، وفي نفس الوقت ليها تأثير جامد جدا، وبتدي شكل حلو لجلدنا وشكل حلو لايدينا. والمفروض ان احنا ما نهملش حاجة زي كده. انصح كل البنات تجرب ايفون كير. ولو انتوا عندكم انواع تاني جربتوها غير اللي هو التي تري ده، قولولي برضو وانصحوني بيها. ولو جربت انا حاجة تانية برضو زي ما قلت لكم، هقول لكم الفرق بين اي حاجة والتانية انا جربتها. وباذن الله انا واحدة من الناس مش ههمل خالص موضوع الترطيب ده تاني، لان انا حسيت بالفرق قبل وبعد بصراحة. فيا ريت ما تغلطوش غلطتي، وان شاء الله تفضلوا تهتموا بالترطيب على طول على طول، صيف وشتاء، ونشجع بعض. وانا برضو بشجع كل البنات انها تعمل ده وما تهملش خالص في موضوع الترطيب، صيف وشتاء يا بنات، محدش ينسى. لو عجبتكم الحلقة فعلوا الجرس، واعملوا لايك، واعملوا شير، واعملوا لايك كتير يا بنات، لايكات كتير، وشيروا الفيديو ده للبنات عشان كل البنات تتشجع انها ترطب في الصيف والشتاء. تشربوا ميه كتير قوي، 8 كوبايات في اليوم كده او اكتر كمان. دايما حطوا جنبكم ازازه ميه، عشان برضو الحاجات دي حلوه لبشرتنا. وهنتكلم ان شاء الله في حلقه عن الحاجات الحلوه اللي بترطب بشرتنا بقى ووشنا صيف وشتاء، برضو من الحاجات اللي احنا بنهملها كمان. يا رب بقى تكون الحلقة عجبتكم. وما تنسوش زي ما قلت لكم تفعلوا الجرس وتعملوا لي سبسكرايب، عشان انزل لكم دايما بفيديوهات وتشجعوني. وكانت معاكم ميسون من قناة سموز لوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.